السلام عليكم، ازيكم يا حبايب ام سيف؟ عاملين ايه؟ هنبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا جماعه انا ريقي نشف، بالله عليكم كل اللي يدخل يتفرج على الفيديو يشترك في القناه، والله العظيم اشتراككم مش هيفرق معاكم، لكن هيفرق انا معايا كتير جدا. ليه بقى؟ كل فيديوهاتي هتنتشر وكل الناس هتشوفها، بس والله مش اكتر، يعني حاجه بسيطه بالنسبه لكم لكن حاجه كبيره جدا عندي. فارجو كل اللي يخش يتفرج على الفيديو يشترك في القناه ويعمل لي لايك ويعمل لي متابعه، بالله عليكم. وعايزه برضو كومنت حلو على الفيديو بتاع النهارده وتقولوا لي ايه رايكم في كل حاجه بتشوفوها. تمام يا حبايبي؟ هنبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صلوا على النبي في الكومنتات يا حبايبي، وقولوا له طبعا رايكم في الفيديو بتاع النهارده ايه. تمام. النهارده انا عملت بسبوسه، طريقه بسبوسه حلوه جدا وسهله جدا جدا جدا، يمكن اسهل طريقه بسبوسه انا قلت اعملها، وبرضك اقول لكم الطريقه. تمام، عشان اللي ما بيعرفش يعمل بسبوسه بتكون دي اسهل طريقه ممكن يخش المطبخ يعملها، مفيش اي مشكله بالنسبه له. عملت البسبوسه دي ازاي؟ هقول لكم طبعا الطريقه كلها، واللي يجرب يقول لي جربها وطلعت معايا عامله ازاي في الكومنتات يا حبايبي. بصوا، انا جبت نص كيلو دقيق بسبوسه، اللي هو الدقيق المرمل، عشان في ناس يعني مثلا لو رحت السوبر ماركت، لو روحت عند العلاف بيديكوا الدقيق اللي هو الدقيق البسبوسه اللي هو عامل زي الدقيق، لكن الدقيق المرمل هو دقيق البسبوسه او دقيق البسيسه. جبت نص كيلو دقيق بسبوسه اللي هو المرمل. تمام، حطيت عليه 2 كيس لبن بودره، حطيت عليه علبه زبادي، حطيت عليه لبن، حطيت حوالي علبه زبادي وكيسين لبن بودره، وحطيت حوالي نص يعني ربع كيلو لبن وشويه صغيرين، بحيث ان هي ما تبقاش ولا تقيله قوي ولا خفيفه قوي، تبقى زي ايه، سميكه كده، ولا تقيله ولا خفيفه، ما بين البنين، تبقى زي بالظبط عجينه الكيكه، اكنكم بالظبط بتعملوا كيكه. وحطيت كيس بيكنج باودر وكيس فانيليا وشويه سكر. يبقى المكونات تاني: نص كيلو دقيق بسبوسه، عليه كيسين لبن بودره، عليه علبه زبادي البلدي او اي علبه زبادي طبعا مش فواكه، وعليه حوالي كوبايه ونص لبن او كوبايه وربع لبن، ونص كوبايه سكر عشان برضك ما تكونش مسكره قوي. تمام يا حبايبي؟ وكيس بيكنج باودر وكيس فانيليا. وقلبت كل ده ببعضه، ورحت دهنه الصينيه زيت او سمنه، وحطيت فيها عفوا نص كوبايه سمنه، وقلبت كل ده ببعضه، ودهنت الصينيه زيت او سمنه المتاح عندك، ورحت حطاها في الصينيه ورحت مدخلاها الفرن. تمام يا حبايبي؟ البيكنج باودر اللي هي مسيف لان انا بحبها عاليه شويه. بصوا عامله ازاي، بصوا من هنا عامله ازاي، شايفين اهي؟ بصوا انا بحبها عاليه شويه، ما بحبهاش اللي هي واطيه قوي، بحبها ايه، عاليه شويه. لكن بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا اهي، بصوا من تحت عامله ازاي، تحفه. تمام. طبعا قبل ما اعملها اصلا كنت عامله العسل، لان لازم العسل يكون بارد، يا اما العكس، يا اما البسبوسه سخنه والعسل بارد، يا اما العسل سخن والبسبوسه بارده. تمام يا حبايبي؟ طبعا لما احمرت في الفرن من فوق ومن تحت رحت مطلعاها وحط عليها العسل لما اتشربت. تمام كده، ورحت مغطياها عشان تبقى طريه. قبل ما احط عليها العسل كنت بجهز الكريمه اللي هي ازاي، جبت معلقتين نشا، عليهم شويه سكر، عليهم واحده فانيليا، عليهم ربع كيلو لبن، وقلبتهم في بعض كلهم، وبقت الكريمه دي. بصوا اهي، بصوا عامله ازاي، بصوا عشان المنظر، بصوا عامله ازاي اهي. وحطيتها من فوق الوش زي ما انتوا شايفينها كده، وبقت بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها كده، تحفه بامانه والله العظيم تحفه. انا بعملها تمام وبتعجب ولادي جدا. اتمنى كلكم تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه. تمام يا حبايبي؟ وانتظروني برضك بكل جديد وجديد مع يوميات ام سيف، واتمنى كل واحد يشوف الفيديو ده يشيره، يعمل لي لايك وكومنت واشتراك. السلام عليكم.